اليومين دول كل ما تروح مكان تشتري حاجة، تروح مطعم تاكل فيه، تروح نادي تقعد فيه شوية، تقف في إشارة مرور تسمع صاحبش فرافير حتى لو راكبين فيراري. يا ترى مين هم الفرافير دول وايه حكايتهم؟ وتعالوا نستغل الترند جامد ده في الانجليش ونتعلم ازاي نقول ما تصاحبش الفرافير بالانجليش. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اسلام من ايزي انجلش. قد يبدو الفيديو ده غريب شويه عن نوعيه الفيديوهات اللي بنقدمها هنا على القناه، ولكن احنا قلنا نستغل الترند اللي طالع ده واللي الناس كلها بتتكلم عنه في حاجه مفيده، ونتعلم ازاي نقول ما تصاحبش الفرافير بالانجلش او ما تصاحبش الناس اللي مش كويسه بالانجلش. تمام؟ طيب لو انا عايز اقول ما تصاحبش الناس اللي مش كويسه بالانجلش، طبعا في تعبيرات وامثله كتير جدا، لكن اخترنا منها الحاجات المشهوره زي bad company corrupts good manners. bad company corrupts good manners. وcompany من احد معانيها الصحبه، يعني هي لها معاني كتير جدا، لكن هنا معناها الصحبه. وbad company الصحبه السيئه. corrupt ده فعل بمعنى يفسد. وmanners برضو من احد معانيها الاخلاق، فgood manners الاخلاق الحميده. والمعنى العام للمثل انه الصحبه السيئه بتفسد الاخلاق الحميده، يعني اصدقاء السوء ممكن ياثروا على انسان كويس ويخلوه كمان سيء زيهم. وزي ما قلنا من شويه انه المعنى العام انه قد يكون الواحد كويس وسلوكه كويس وبيعمل حاجات كويسه، لكن اصدقاء السوء ممكن يبقى ليهم تاثير كبير جدا عليه ويخلوا الشخص الكويس ده اللي بيعمل حاجات كويسه يبقى سيء زيهم. عشان كده لو من دلوقتي عايز تقول واحد ما تصاحبش الفرافير او ما تصاحبش الناس اللي مش كويسه، فممكن تقول له bad company corrupts good manners. bad company corrupts good manners. من الامثله التانية اللي لها نفس المعنى هو better alone than in a bad company. better alone than in bad company. والمعنى ان انا اكون لوحدي افضل من ان انا اكون مع صحبه سيئه او صحبه مش كويسه، لان انا لو موجود لوحدي ممكن اعمل حاجات كويسه تفيدني، اما بقى لو معايا اصدقاء سوء ممكن يشدوني او يجروني لحاجات مش كويسه. ف better alone than in a bad company، يعني ان انا اكون لوحدي افضل من ان انا اكون مع صحبه سيئه. كمان يا جماعه في مقوله شهيره جدا لجورج واشنطن، واللي هو اول رئيس للولايات المتحده الامريكيه، واللي بيعتبروه المؤرخين من اقوى وافضل الرؤساء للولايات المتحده الامريكيه، وهو واحد من المؤسسين لامريكا، وواحد من الناس اللي وضعوا الدستور بتاعها اللي ماشيه بيه لحد دلوقتي، واللي الصوره بتاعته موجوده على الدولار. فالراجل ده كان بيقول It's far better to be alone than to be in a bad company. It's far better to be alone than to be in a bad company. يعني انت افضل لك انك تكون لوحدك من انك تكون مع صحبه سيئه، لانك زي ما قلنا من شويه لو موجود لوحدك فبالتالي انت يعني مفيش حد بيأثر عليك، هو انت بس. لكن لما تبقى وسط مجموعه سيئه بتعمل حاجات سيئه، فالمجموعه ده او كلهم بيدفعوك انك تعمل حاجه سيئه، لان انت لما تشوف عدد كبير من الناس بتعمل حاجه مش كويسه فبالتالي بتعتبر انه ده المألوف او ده الطبيعي. فمن هنا جت فكره ان انت تبقى لوحدك افضل من ان انت تبقى مع صحبه سيئه او مش كويسه. فمن دلوقتي ما تقولش ما تصاحبش الفرافير، خليها It's far better to be alone than to be in a bad company. صاحبش فرافير. امشي يلا امشي يلا امشي يلا.